لو حد بيفكر يدخل مجال الذكاء الاصطناعي أو يمكن حتى شغال فيه فعلا بس حاسس إنه تايه، يعني كل يوم بنصحى نلاقي أدوات جديدة، فريم وركس جديدة، والدنيا بتجري بسرعة، فالشرح ده هيكون مفيد جدا. النهارده هنبص بصة سريعة وعميقة في نفس الوقت على كتاب AI Engineering للمؤلفة تشيب هيوين. عايزين نعرف مع بعض هل هو ده فعلا الخريطة اللي ممكن نمشي عليها عشان نبني تطبيقات جينيراتيف AI بجد؟ وهو ده السؤال الأهم بصراحة. وسط كل الدوشة والكلام الكتير عن الذكاء الاصطناعي، إزاي نعدي مرحلة الديموز الظريفة دي ونبني أبليكيشن حقيقي يقدر ينزل السوق ويشتغل بكفاءة ويحل مشكلة بجد؟ الكتاب ده جاي يجاوب على السؤال ده بشكل عملي جدا وبخطوات واضحة. طيب عشان نفهم قيمة الكتاب ده فعلا هنمشي على الخريطة دي مع بعض. أول حاجة هنتكلم ليه الكتاب ده بالذات مهم دلوقتي. بعدين هنبص على محتواه بيركز على إيه ومش بيركز على إيه. وهنتكلم شوية عن عقلية الكاتبة نفسها وده مهم قوي. وبعدها إزاي نستخدم ده في شغلنا. وهنعمل مقارنة سريعة مع كتابها القديم. وفي الآخر خالص هقول لكم من الآخر الكتاب ده لمين ومش لمين. يلا بينا نبدأ بأول وأهم سؤال. إشمعنى الكتاب ده دلوقتي؟ الإجابة ببساطة لأن في شيفت كبير بيحصل في المجال كله. العالم بيتحرك من الماشين ليرنينج انجينيرنج اللي نعرفه لديسيبلين جديد اسمه AI انجينيرنج. بصوا كده على سوق العمل دلوقتي، كل الوظائف دي حرفيا بتطلب نفس الحاجة. مهندسين بيعرفوا يبنوا تطبيقات فوق الفاونديشن مودلز والجينيراتيف اي اي. دي مهارة مختلفة عن زمان. الشغلانة نفسها اتغيرت، والكتاب ده هو بالظبط الدليل العملي اللي بيوريك ازاي تكتسب المهارة دي. وهنا بقى النقطة الجوهرية اللي الكتاب كله مبني عليها. ال AI engineering مش معناه إنك هتقعد تبني موديل زي GPT من الصفر. لا، ده خلاص تفكير قديم ومكلف جدا. الشغلانة الجديدة دلوقتي هي إزاي تستخدم المودلز الجبارة اللي موجودة دي وتبني فوقيها تطبيقات ذكية. الكتاب ده بيديك المايند سيت والفريم ورك عشان تعمل كده صح. تمام. عرفنا إنه مهم وبيحل مشكلة في السوق، بس يا ترى لما نفتحه هنلاقي إيه جواه؟ تعالوا ناخد جولة سريعة جوه الكتاب ونشوف خريطته عاملة إزاي. أهم حاجة لازم تبقى واضحة، الكتاب ده مش توتوريال لأداة معينة زي لانج تشين مثلا. ليه؟ ببساطة لأن أي أداة هتتعلمها النهاردة ممكن جدا تبقى قديمة بعد 6 شهور أو سنة. الكتاب ده بقى بيركز على الحاجات اللي مش بتموت، المبادئ الأساسية، إطار عمل منظم للتفكير، وتقنيات عملية هتفضل موجودة. بيديك الأساس اللي يخليك تعرف تشتغل بأي أداة تطلع بكرة. ودي أهم المواضيع اللي بيغطيها، من أول إزاي تفهم الفاونديشن مودلز دي أصلاً شغالة إزاي، لأحسن طرق تكتب بيها prompts، وتقنيات مهمة زي الراج اللي هو يعني إزاي تخلي الموديل يجاوب من الداتا بتاعتك أنت، والفاين تيونينج عشان تخليه متخصص أكتر. لكن بصراحة أهم وأقوى حتة في الكتاب هي الإيفالويشن، إزاي تقيس وتتأكد إن التطبيق بتاعك شغال صح، ودي الحتة اللي أغلب الناس بتقع فيها. والتركيز القوي ده على المبادئ والإيفالويشن بياخدنا لنقطة جوهرية قوي، وهي فلسفة الكاتبة تشيب هوين نفسها. عشان تستفيد من الكتاب ده أقصى استفادة لازم تفهم هي بتفكر إزاي. الجملة دي بتلخص كل حاجة. الأدوات بتدين بسرعة لكن الأساسيات بتعيش أكتر. الفكرة مش إنك تحفظ أسماء مكتبات وأدوات، الفكرة إنك تبني أساس معرفي صلب يخليك واقف على أرض ثابتة وتقدر تتأقلم مع أي تغيير في المجال. دي المعرفة اللي بتبني كارير بجد، مش مجرد وظيفة مؤقتة. طيب كلام جميل جدا عن المبادئ والأساسيات، بس إزاي الكلام النظري ده بيترجم لحاجة عملية؟ يعني من الآخر هستفيد منه إيه في شغلي أو في مشروع تخرجي؟ الكتاب هنا بيديك خريطة طريق كاملة، مش مجرد شوية أكواد. بيمشي معاك خطوة بخطوة، من أول مرحلة التخطيط، يعني تسأل نفسك أصلا هل الفكرة دي ينفع تتعامل بتطبيق AI ولا لأ، وبعدين التطوير، وبعدين أهم خطوة وهي التقييم، عشان تتجنب مشاكل زي الهالوسيليشنز اللي هي لما الموديل يبتدي يألف كلام مش حقيقي. وفي الآخر بيوصل معاك لمرحلة الديبلوي والتحسين المستمر. يعني من الآخر دورة حياة أي منتج من الألف للياء. طيب أكيد في ناس كتير سمعت عن تشاب هيوين من كتابها الأول Designing Machine Learning Systems اللي كان يعتبر مرجع في مجاله. عشان كده مهم قوي نوضح الفرق بين الكتابين عشان نعرف ده بيضيف إيه جديد. بصوا، التشبير بسيط جدا. الكتاب الأول كان بيعلمك إزاي تكون البناء اللي بيعمل الطوب بنفسه، يعني يبني الموديل من الصفر. الكتاب الجديد ده بقى بيعلمك إزاي تكون المهندس المعماري اللي بيستخدم الطوب الجاهز ده عشان يبني بيه تصميمات وتطبيقات عبقرية. التركيز اتغير تماماً من بناء الموديل نفسه لفن استخدام الموديل. طيب بعد كل ده نيجي للسؤال المهم، خلاصة الكلام. الكتاب ده لمين؟ خلينا نقول الحكم النهائي.
بكل بساطة لو حد لسه بيبدأ في المجال أو طالب بيعمل مشروع التخرج أو مهندس جاي من خلفية ML تقليدية وعايز يعمل الشيفت للجين AI أو حتى برودكت مانجر وعايز يفهم الصورة كاملة، الكتاب ده هيكون كنز حرفياً. في المقابل بقى، لو الهدف هو فهم النظريات والرياضة المعقدة وراء الترانسفورمرز، أو حد عايز يتعلم إزاي يدرب ألعاب ضخم من الصفر، أو كل اللي بيدور عليه هو توتوريال سريع لأداة معينة عشان ينجز تاسك، فالكتاب ده مش هيكون أحسن اختيار. دي ليها مصادر تانية متخصصة. والكلام ده مش رأيي أنا بس، دي شهادة من لوك ماتس، وده واحد من الناس اللي شاركوا في بناء شات GPT نفسه. يعني لما حد بالحجم ده يوصف الكتاب بإنه دليل شامل ومتكامل، ده بيدي ثقة ومصداقية ضخمة جدا للكلام اللي جواه. الكتاب ده هو بداية ممتازة، بس طبعا مش نهاية الطريق. وعشان رحلة التعلم تكمل، دي شوية كلمات مفتاحية مهمة جدا من الكتاب ممكن البحث عنها. مفاهيم زي AI as a Judge أو Agentic Workflows، دي هي اللي بتشكل مستقبل المجال، والبحث فيها هيفتح أبواب معرفة تانية كتير. وفي الآخر أحب أسيب سؤال للتفكير، لو بقى معانا فعلا إطار العمل والمنهجية دي، إيه أول مشكلة حقيقية بنشوفها حوالينا نحب نبدأ نحلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي؟ فكروا فيها.